إزاي يبقى عندنا خدود، إزاي نسمّن الوجه والجسم بأمان، وخصوصًا في الفيديو ده أنا هاشير لنقطة الخدود، إزاي يبقى عندنا خدود بأمان، كإنِّك عاملة filler. هاتكلم عن ماسكات، مكملات، العلاج الداخلي والعلاج الموضعي زي ما أنتم متعودين مني بالضبط، أنا ما باتكلمش عن حاجة سحرية، يعني مش هاطلع أقول لِك حطي خميرة. صدقوني في عز إرهاقي في الرضاعة وغيره، التغذية السليمة والتزامي على المكملات هو اللي بيخلّي دهون وشي عنيدة، دي حاجة مش بتبسطني، لإن أنا الصراحة مش باحب الخدود المبكلمة، بس علامة كويسة إن الجسم مش بيُستنزف. أول حاجة الناس اللي عندها نحافة شديدة جدًا، لازم نعرف الأسباب، تمام؟ أول حاجة أنتِ أصلًا مش بتاكلي، ودي نقطة مهمة جدًا، لإن لو ما بتاكليش اقفلي الفيديو لإن أنتِ خلاص عرفتِ إيه المشكلة، روحي كُلي وخدودِك هتطلع تمام، لو الناس ما بتاكلش خالص أو ما بتاكلش بانتظام، لو معدتِك ضعيفة، عندِك جرثومة أو عندِك قولون عصبي، انسي الخدود، طالما ما بتاخديش علاج. أنيميا أو نقص فيتامينات، دي نقطة دي أنا مسجلاها لكم واحدة واحدة. عندِك نشاط زائد في الغدة الدرقية، تمام، أو طبعًا بترضعي وفي ناس الرضاعة بتستهلك معاها سعرات وده بيأثّر جدًا، جدًا على جسمها. أي مشكلة من المشاكل دي لازم تتعالج الأول قبل ما نخش بقى في س وج، وأنا ليه يا ترى ما فيش تخزين دهون كويس في الوجه، لأ لازم الأول إن المشاكل دي تتحل. تاني حاجة نظام غذائي فعلي علشان مع مكملات غذائية علشان أوجّه الدهون إن هي تتخزّن بشكل مناسب في الجسم، خصوصًا الوجه، لإن هو من أول الحاجات اللي بيبان عليها علامات الإرهاق. لازم يكون في روتيني، حاجات بتساعد الجسم إن هو يخزّن دهون بشكل صحّي. أولهم المكسرات السوداني، عشان بس ما حدش يقول لي ما فيش ميزانية للمكسرات، السوداني، زبدة الفول السوداني سحر، تمام، الطحينة لإن هو سمسم مطحون سحر، ده كده بالنسبة لجزء الغذاء. العسل الأسود واتكلمت عليه قبل كده في فيديو زمان، قد إيه هو بيرفع الحديد وبيحسّن الدورة الدموية وبالتالي تخزين الدهون في الوجه، علشان الدورة الدموية في الوجه بتكون أفضل، يبقى عسل أسود بالليمون، موز، لبن كامل الدسم، كل دي حاجات بتحسّن تخزين الدهون في الوجه. ممكن إن أنا أعمل موز باللبن بمعلقة عسل أسود يكون smoothie حلو جدًا، ومع الوقت والالتزام عليه هنلاقي وشنا بقى في حتّة تانية. أنصحكم نصيحة، أنصحكم نصيحة، القشطة البلدي والبطاطا الميكس ده لو كل يوم باخد منه طبق صغير وشكوا هيبقى في حتة تانية. البطاطا فيها بيتا كاروتينز وفيها حاجات بتدعم المناعة، تدفق الدورة الدموية في الجسم، تحسين نضارة البشرة، لأن هو يعتبر الجسم بيحولها في جواه لريتينويدز، واحنا عارفين ان الريتينويدز بتعمل ايه في البشرة ونضارتها. كل دي حاجات تبقى مفيدة وسعراتها عالية، فبالتالي أبقى أنا باعمل حاجتين، باحسّن الدورة الدموية للوجه، باحسّن تخزين دهون الجسم في الوجه، وبالتالي بازوّد سعرات الجسم، ال3 حاجات مع بعض، تمام؟ ده كده بالنسبة للغذاء. المكملات الغذائية المُصرّح بيها لدعم تحسُّن تخزين الدهون في الجسم، خصوصًا الدهون الصحية للوجه. أول حاجة مكمل غذائي يكون فيه زنك علشان ده فاتح شهية طبيعي، وأنا بانصحكم بإما سنترم أو زنكترون، أو يكون مكمل غذائي زي أوكتوزنك يكون فيه نسبة الزنك 12 مللي جرام عالية، الزنك لوحده هو اللي موجود. نيجي بقى للواي بروتين واللي أنا بانصح دايما باستهلاكه، إن هيغير جدا من شكل جسمك ويخليه أفضل لأن هو فيه بروتينات عالية، فبالتالي هيزود من كتلة الجسم بشكل صحي وبيخلي شكل الوش أحلى كتير. زي انشور، ده موجود في الصيدليات، في واي بروتين بيدعم زيادة الوزن بشكل كويس. في حاجة اسمها أبيتون ويت جين مكمل لزيادة الوزن
بيكون كويس جدا. دي كده المكملات المخصوصة لزيادة الوزن أصلا. إيه بقى الأحماض الدهنية اللي تساعدني في تخزين الدهون بشكل كويس في الجسم؟ وفعلا جالي شكاوى لما وصفتها للناس في علاج شعرها، بقولكوا جالي شكاوى ان الجسم تخن جدا، والناس قالت لي لا مش قادرين نكمل. زي آم، زيت زيت طبيعي اللي هو الويت جيرم اويل او زيت جنين القمح، فظيع في تخزين الدهون في الجسم. الويت جيرم اويل فظيع رائع في تخزين الدهون في الجسم، خصوصا الوجه ومنطقة الصدر، الناس اللي عايزة مناطق الأنوثة تمتلئ. الويت جيرم اويل منه مكملات غذائية جاهزة وأحيانا بتنقص، فبالتالي بنستبدله بالزيت نفسه، نجيبه من مصدر موثوق، معلقة على الجبنة القريش أو معلقة في الساندوتش أو معلقة حتى على بقك، مش هيحصل لك أي حاجة، هو زيت آمن جدا. تاني حاجة زيت بذور القرع، هو مش بيتخن لكنه بيساعد على توجيه الأحماض الدهنية السليمة في الجسم في المناطق الصحيحة بدون زيادة وزن كبيرة. يعني حتى كنا قايلينه في الفيديو بتاع زيادة مناطق الأنوثة، زيت بذور اليقطين، زيت بذور القرع العسلي، اما هاخده من عطار موثوق بمعلقة او هاخده في مكمل غذائي مصري زي بيبون او موجود منه مكمل مستورد. خلي بالكوا عشان زيت السمك في ناس ساعات بتاخده للتسمين، لكن هو بيعتمد على اكلك. لو خدتي زيت السمك وكلتي كويس تتخني، خدتي زيت السمك وما كلتيش كويس تخسي. عشان كده دايما في موضوع النحافة او في التسمين مش بقول على زيت السمك خصوصا في فيديو عام على السوشيال ميديا، لاني معرفش طبيعة اكل الشخص اللي قدامي ايه، يمكن عنده فود ديس اوردر او عنده مشكلة اصلا في الاكل. ممكن اقول لكم على فواتح شهية، غير ان انا مش بحب اوصفه ك علاج، انا مش هقول غير الزنك في المكملات الغذائية وبيفتح الشهية جدا. تمام. اما بقى الحاجات الطبيعية، ممكن نعمل معلقة عسل اسود وسمسم مطحون او طحينة، نحطهم على بعض وعصرة ليمون صغيرة قبل الأكل بنص ساعة، المفروض بيفتح الشهية جدا. تمام. مغلي الحلبة برضو بيفتح الشهية، ومش بقوله علشان يزود مناطق الأنوثة، أنا ضد الموضوع ده علشان الهرمونات. ومغلي الحلبة ما بيتشربش وقت الدورة الشهرية، أفضل وقت الأسبوعين اللي قبل الدورة الشهرية، بس مغلي الحلبة فعلا بيفتح الشهية جدا. أوكي. ممنوع في الرضاعة مغلي الحلبة، شوفوا بقى، بيتاخد فقط لأول أسبوع بعد الولادة، استمرارنا عليها بيزود الغازات للرضيع. الشوفان، أكل الشوفان وشرب مية الشوفان وباودر الترمس، الحاجات دي التلاتة دول بيزودوا جدا من نضارة الوجه وحجم الوجه. باكل شوفان كل يوم الصبح، كوباية شوفان صغيرة مع لبن كامل الدسم، هيحولك وشك وهيخليه نضر وتحفة. بس أهم حاجة الشوفان يتطبخ. لو الشوفان اتطبخ بسيطر على الفياتيك أسيدز اللي فيه، اللي بتسبب لي تفاعل مع الفيتامينات والمعادن، وساعتها بيكون أمان. وما تمشوش ورا الترند اللي بيقعد يتكلم ان ده أكل مواشي وغيره، أنا مش مع الترند ده بصراحة. بغلي الشوفان وبغلي الرز مع بعض وبشرب مية الشوفان والرز، عايزين تضيفوا عليهم عسل يا ريت. يبقى بغلي معلقتين رز مع معلقتين شوفان كبار وبصفيهم، وبيعمل لي زي عصير لزج كده شويه، مش لزج، هو كثيف شويه، مع معلقه عسل، واشربه كل يوم الصبح، هيخلي الوش ده في حته تانية ويبدا الجسم يملى بشكل صحيح مع طبعا الاكل المناسب. بزود دهون صحية زي الأفوكادو، هو رهيب في توجيه برضو الدهون للوجه والمناطق الصحيحة في الجسم. أفوكادو بمعدل نص واحدة لواحدة في اليوم. مكسرات زي ما قلت لكم سوداني أساسي، منتجات ألبان كامل الدسم وكربوهيدرات صحية زي ما ذكرنا. ان نقص شرب الماء مش بس ضروري، المية مش ضروري بس عشان نخس، المية ضرورية برضو علشان نتخن، لان قلة المية والجفاف في الجسم بيزود الارهاق، وتبصي تلاقي وشك زي ما بيقولوا اتمص.
فلازم ضروري جدا وجود الهايدريشن او المحافظة على شرب المية في يومك. مكمل غذائي اخير فيتامين اي 400 من الصيدلية كل يوم واحدة قبل الغداء هتفرق معاكي كتير جدا في الخدود نفسها وفي مرونة الوجه والبشرة. فيتامين ب كومبلكس، فيتامين ب 1، فيتامين ب 3، فيتامين ب 6، فيتامين ب 12، فيتامين ب 9، كل دول اساسي علشان نضارة الوجه وتخزين الدهون فيه. فيتامين ب 9 اللي هو الفوليك اسيد، فيتامين ب 12 الكوبالامين، فيتامين ب 3 النياسياميد او النياسين، هيفرق جدا جدا في تخزين الدهون في الوجه وبرضو نضارة الوجه. العلاج الموضعي نستخدم ايه موضعيا على بشرتنا؟ مستخلص الشوفان عشان فيه نياسين مركز بالعسل الابيض 3 مرات في الاسبوع. زيت جنين القمح اعمل بيه مساج لوجهي فظيع فظيع في النضارة ونعومة الجلد وحجم الخدود فظيع. زيت اللوز الحلو بس زيت جنين القمح افضل كتير. يوميا لازم مرتين ندلك وشنا بيه او مرة اللي تقدروا عليه. بيخلي الجلد مشدود ومليان وبيساعد على تنشيط الدورة الدموية، تحفة يعني. انا مش من الناس اللي بتحبذ استخدام الخميرة على البشرة، لان هي البي اتش بتاعها ممكن يضر البشرة نفسها. البي اتش بتاعها مختلف عن بي اتش البشرة، فبتحتاج شوية تعديلات زي عصرة ليمون، معلقة عسل علشان خاطر ما تلهبليش الوجه، وبتحتاج معلقة زيت جليسرين طبي. لو انا هعمل ماسك الخميرة ان انا احط الخميرة مع العسل مع الجليسرين مع عصرة ليمون، وقتها ممكن اعمل ماسك الخميرة وما سيبوش اكتر من ربع ساعة، وساعتها ممكن بنسبة صغيرة يحسن في نضارة الوجه، برضو تحس بامتلاء بسيط جدا في الوجه، لان زي ما قلت لكم الامتلاء بجد والنضارة بتعتمد على داخليا انا بعمل ايه. اخر حاجة خالص التمارين. هو انا مش متخصصة في تمارين الوجه، بس في محتوى مخصوص في اجانب واعتقد عرب كتير بيعملوا الحاجات دي. لو دخلنا عملنا سيرش على التيك توك او على الانستجرام هنلاقي فيديوهات تمارين كتير. بس اهم تمرينين للناس اللي عايزة امتلاء الوجه: بننفخ الوجه ونسيبه لمدة 10 ثواني بحيث ان احنا نساعد على امتلاء العضلة دي من هنا، تمام؟ وان انتي تبتسمي ابتسامة عريضة قوي وتفضلي برضو 10 ثواني مثبتة وجهك، وده برضو بيساعد على امتلاء وتقوية العضلة اللي هنا، تمام؟ يبقى انا شغالة على العضلة اللي هنا، شغالة على العضلة اللي هنا. وزي ما قلت لكم التمارين دي في ناس محتواها يفيدكم اكتر فيها. انا دلوقتي اتكلمت على الحالات اللي ممكن تكون مرضية في اول الفيديو، اتكلمت على التغذية، اتكلمت على المكملات الغذائية، اتكلمت على العلاج الموضعي المناسب، واتكلمنا في الاخر على التمارين بشكل محدود جدا. وفي جزء من الفيديو ده عشان مش عايزاه يطول، عايزه اختصر عشان ما تزهقوش، كبير جدا هنعمله في فيديو تاني ان شاء الله، ازاي ان انا ادعم صحة الوجه باستخدام الديرما رولر. ده في فيديو تاني منفصل ان شاء الله. لو عايزينه بسرعة قولولي في الكومنتس ان انتم مهتمين، هينزل very soon، وهقول لكم ازاي تستخدموه مع منتجات جاهزة وازاي تستخدموه مع ماسكات طبيعية علشان نحسن من امتلاء الوجه والخدود اننا بنعمل جلسات العيادة في البيت. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا اعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس اللي محتاجاه. طولت عليكم المرة دي بس عشان انتوا عارفين الفيديوهات اللي بنحتاج فيها بروتوكول متكامل دي لازم تكون شاملة قوي. اعملوا فولو للسوشيال ميديا وابعتولي كل المواضيع اللي انتوا عايزيننا نتكلم فيها. ميرسي جدا ليكم انتوا وصلتوا لغاية هنا، نورتوني، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.